أهلا بيك في كادر 5 في 5. قبل ما نبدأ حابب أقولك إننا بنتعب جدا في اختيار وتجهيز الفيديوهات دي عشان نوصل لك أفضل ترشيحات ممكنة، فياريت تعمل لايك أو اشتراك تشجيعا لينا على الاستمرار. النهاردة جايب لك أقوى 5 مسلسلات أكشن ومغامرة في تاريخ هوليوود، أعمال هتخليك تعيش بين الحروب والمؤامرات والبطولات، وكل مشهد فيهم مليان إثارة وتشويق. يلا نبدأ من المركز الخامس. المركز الخامس فايكنجز، النوع أكشن دراما تاريخي، بطولة ترافيس فيمل وإخراج مايكل هيرست. تقييم IMDb 8.5/10 وتقييم الجمهور 93%. القصة بتحكي عن راجنر لوثبروك، مزارع بيحلم يبقى محارب أسطوري ويقود شعبه لاكتشاف أراضي جديدة. رأيي المسلسل ده مش بس عن المعارك، ده عن الطموح والخيانة والسلطة، وتصويره السينمائي يخليك تعيش كل لحظة كأنك جوه المعركة. المركز الرابع ذا ويتشر، النوع فانتازيا أكشن دراما، بطولة هنري كافيل، إخراج لوران شميت. تقييم IMDb 8.0/10 وتقييم الجمهور 81%. القصة عن جيرالت، صائد وحوش عنده قدرات خارقة، بيحاول يلاقي مكانه في عالم مليان سحر ومؤامرات. رأيي المسلسل ده مليان عمق وغموض، والأكشن فيه معمول باحترافية رهيبة، وكاريزما هنري كافيل خرافية. المركز الثالث بيكي بلايندرز، النوع دراما جريمة أكشن، بطولة سيليان ميرفي، إخراج ستيفن نايت. تقييم IMDb 8.8/10 وتقييم الجمهور 94%. القصة عن عائلة شيلبي اللي بتدير عصابة قوية في إنجلترا بعد الحرب العالمية الأولى. رأيي مفيش مسلسل جمع بين القوة والذكاء زي ده، تمثيل عالمي وتصوير يخليك تحس إنك عايش وسط العصابة. المركز الثاني ذا بويز، النوع أكشن خيال علمي دراما، بطولة كارل إيربن وأنتوني ستار، إخراج إريك كريبكي. تقييم IMDb 8.7/10 وتقييم الجمهور 91%. القصة بتكشف الجانب المظلم لأبطال السوبر هيروز لما الشهرة والقوة تفسد كل حاجة. رأيي واحد من أجرأ وأغرب المسلسلات اللي شفتها، بيكسر كل القواعد وبيخليك تفكر في معنى البطل الحقيقي. المركز الأول جيم اوف ثرونز، النوع خيال أكشن دراما، بطولة إيميليا كلارك وكيت هارينغتون، إخراج ديفيد بينيوف ودي بي ويس. تقييم IMDb 9.2/10 وتقييم الجمهور 89%. القصة عن صراع دموي بين العائلات على العرش الحديدي وسط عالم مليان خيانة وتنانين وسحر. رأيي مهما اختلفت الآراء على النهاية، المسلسل ده هيفضل علامة في تاريخ الدراما العالمية، مفيش حاجة قربت من ضخامته ولا عمقه. وفي النهاية لو بتحب الأكشن اللي بيشدك من أول دقيقة والمغامرات اللي تخليك تنسى الوقت، القايمة دي معمولة ليك. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، لأن اللي جاي من كادر 5 في 5 هيكون أقوى بكتير.